السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أول تجهيزاتنا لشهر رمضان المبارك إن شاء الله. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. فهنبتدي النهاردة. أول تجهيزات هنخلي الخيار مخلل، ودي المكونات بتاعتنا. أولا الخيار خيار وسط كده، غسلينه ومصفينه ومفهوش أي نقطة مية، وشوية فلفل أخضر على أحمر زي ما انتي بتحبي، وشوية جزر مبشورين، وشوية هريسة لو انت عايزاه يعني مشطشط شوية، وتلات أربع ليمونات متقطعين، وشوية توم على ورق لوري، على فلفل أسمر، وشوية نعناع ناشفين، مع شوية زيت وشوية خل والملح بتاعنا. أولا هنعد محلول التخليل. المية غليناها واستنينا لما المية تبرد، وبعد كده هو ضفنا الملح. وكل ما نزود الملح عشان نوصل للقوام المطلوب، نعرف ان المحلول خد الملح المناسب ازاي باختبار البيضة. طبعا كلنا عارفين ان احنا لما نحط البيضة في المحلول، محلول التخليل، لو هو الملح مظبوط، البيضة زي ما انتم شايفين كده هتطفو على السطح كده تمام. المحلول كده درجة الملح بتاعته مظبوطة. اوكي، يبقى كده هنشيل بقى البيضة ونبتدي بقى ايه خطواتنا في التخليل. اولا هنجيب البطرمان بتاعنا. طبعا احنا البطرمان غسلينه ومعقمينه ونجيف ومصفينه ونضيفه زي الفل. هنبتدي نحط فيه الخيار، وحدات الخيار اللي احنا هنخللها. طبعا يفضل ان هو كل ما يكون الخيار صغير كل ما يبقى ايه افضل في التخليل. هنبتدي كده نحط وحدات الخيار. لحد ما البطرمان يتملي. نحاول نحركه كده شمال ويمين عشان خاطر الخيار كله يتوزع في البطرمان. وهنحط بعض حبات الفلفل، طبعا المغسولين برضو متصفين من المية. انا هحط فلفل كمان احمر معاهم عشان يدي برضو طعم. تمام كده. وهنزود بقى الخيار لحد ايه ما نملى البطرمان، ونحطه بطريقة طولية، بعد كده ناخد برضو شوية ليمون من المقطع اللي احنا مقطعينه كده، ونوزعه في البطرمان. وبعد كده نحط برضو شوية توم، كام حبة توم كده سلام زي ما هما، نوزعهم برضو في البطرمان. وكام ورقة حبة لوري ونوزعها. وبرضو هنحط شوية فلفل أسمر، حبات سليمة، نوزعهم برضو في البطرمان. وهناخد شوية نعناع ناشف ونوزعهم برضو في البطرمان. كل ما نحط حاجة نحرك البطرمان عشان خاطر يتوزعوا في البطرمان بطريقة كويسة. بعد كده السر في قرمشة الخيار المعلقة اللي احنا هنضيفها دلوقتي، وهي معلقة السكر اهي. يبقى هنضيف معلقة السكر كده اهو، على حسب يعني، ممكن تبقى معلقة او ممكن تبقى معلقتين
على حسب حجم البطرمان. تمام. ونحرك برضو البطرمان كده عشان خاطر يتوزع كل المحتويات فيه. كده كده احنا لما نحط المحلول التخليل برضو هنساعد على ان هو ايه، يوزع كل المحتويات. فاضل معلقة الايه، فاضل معلقة الهريسة، هنحطها كمان عشان خاطر ايه، نضيفها معلقة 2 زي ما انت عايزة. تمام. بعد كده نضيف محلول تخليل لحد ما البطرمان كده نغطي كل محتويات البطرمان بمحلول التخليل. تمام. بعد كده هنضيف شوية خل، وهنضيف شوية زيت من فوق من على الوش عشان خاطر الايه، المخلل ما يحصلهوش تعفن. هنقول بقى احنا ليه حطينا شوية الخل، ما حطيناهمش في محلول التخليل وحطيناهم من فوق؟ عشان خاطر احنا المخلل دوا هناكل منه ان شاء الله اول يوم رمضان، فاحنا قدامنا حوالي اسبوع او 5 ايام 6 ايام. وانتوا عارفين ان المخلل الخيار بالذات يعني بيستوي بسرعة. فاحنا معلقة الخل حطيناها من فوق عشان خاطر ما يستويش بسرعة ويتهري معانا الخيار المخلل. كده تمام. ونغطيه بقى، نغطي البطرمان كويس ونرجه كويس كده اهو. وان شاء الله ناكل منه مع بعض اول يوم رمضان. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك وشير عشان يصلكم كل جديد من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي المجموعة الكمية الباقية حطيناها برضو في بطرمان تاني كمية أكبر شوية برضو بكل المحتويات، وبرضو عشان ندي للحبايب وحبايب الحبايب ونهدي منهم في رمضان. برضو حتى وبرضو هننزل عليهم بمحلول التخليل، وبرضو بشوية الخل، كمية الخل برضو اهي، وشوية الزيت برضو على الوش. برضو هنقفل عليهم، برضو اهو بطريقة محكمة. وان شاء الله برضو اسبوع واول رمضان هنفتح ونهدي الحبايب.